السلام عليكم، أنا محمد غنايم. مضى وقت على آخر كلام بيننا، لذلك دعني أخبركم بهذه القصة الغريبة التي حدثت معي في تلك الفترة. كنت أشرب الشاي مع مجموعة شباب أتراك ونتكلم في أمور عامة، ثم أصبح موضوع حوارنا كيف تدخل الجنة. فقلت الأمر بسيط، آمن بالله ثم استقم تدخل الجنة بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفجأة قاطع حديث ذلك الشاب التركي قائلا: محمد صنع بشيء صليم ويرددم. قال: لكي تدخل الجنة لا يلزم أن تصلي أو أي عبادة أخرى، فقط كن إنسان جيد. فسألته مستغربا: من كيف أكون إنسان جيد بنظرك؟ قال: بأن لا تؤذي الناس، بأن لا تعتدي عليهم، بأن لا تسرق منهم. قلت: إذا فعلت هذه الأمور فقط أدخل الجنة برأيك؟ قال: نعم. قلت: من قال لك ذلك؟ أو ما هو الدليل الذي يبرهن كلامك لأتبعه؟ فسكت ذلك الشاب ولم يجد جوابا. طيب، قد تسأل وتقول الآن: محمد لماذا تخبرنا بهذه القصة؟ ما الفائدة؟ ممتاز. الذي أريد إيصاله هو أن الفكر الغريب الذي يحمله هذا الشاب التركي جاء من عدم فهمه لفلسفة الحياة. نعم، نحن البشر من أين جئنا ولماذا وإلى أين؟ هذا السؤال أو هذه المعادلة إذا فهمتها تكن أسعد وأنجح الناس بإذن الله. أريد أن أسألك سؤال الآن: كم موت وكم حياة لدى الإنسان؟ واحدة، موتة واحدة وحياة واحدة؟ خطأ، للإنسان موتتان وحياتان. كيف؟ قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. المرحلة الأولى وأنت نطفة في رحم والدتك، والمرحلة الثانية وأنت علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما ثم مولود على قيد الحياة، يعني مرحلة الدنيا. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة القبر، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الآخرة، سواء جنة أو نار. انظر معي إلى الشاشة. مرحلة ما قبل الولادة مدتها قرابة 9 أشهر. مرحلة الحياة الدنيا مدتها قرابة 67 سنة كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية حول متوسط عمر الإنسان. طبعا الأعمار بيد الله، ولكن نحن نتكلم بشكل إحصائيات. ومرحلة القبر هي مرحلة محدودة وتقدر بآلاف السنين، وهي المدة من الموت إلى قيام الساعة. ثم الآخرة وهي مدتها لا نهائية. الآن لاحظ معي أن متوسط عمر المراحل في تصاعد، يعني كنا 9 أشهر، بعد ذلك 67 سنة، بعد ذلك آلاف، بعد ذلك ما لا نهاية. فلو سألتك سؤال الآن وسؤال منطقي: لو خيروك أن تختار مرحلة من بين تلك المراحل لتعيش بها، ما هي المرحلة التي ستختارها؟ الآخرة، صحيح؟ لأنني سأكون مخلد هناك، لا موت، ونسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب الجنة. فعندما كنا نسمع الدعاء يقولون: اعمل لآخرتك يا بني، لم نكن نشعر بنفس الخوف والخشوع الذي كان على وجوههم وهم ينصحونا. أتعلم لماذا؟ لأننا لم نكن نفهم هذه المعادلة. أجبني على هذا السؤال من فضلك: كم مضى من عمرك إلى الآن؟ 15، 20، 30، 40 سنة؟ الأرقام على الشاشة. انظر إلى عمرك وركز بالرقم. ركزت؟ الآن انظر إلى المسافة المتبقية بين عمرك ومرحلة القبر. ستلاحظ أن حياتك الدنيا لم يبق بها الكثير، صحيح؟ خوفتنا يا رجل. إيش فيديو على الجن وقال له هذا الموضوع، شو قصتك؟ لا داعي للخوف أو القلق أخي الحبيب. الذي أريد إيصاله هو أنك إذا فهمت هذه المعادلة ستكون أسعد وأنجح الناس ابتداء من اليوم بإذن الله. أنت في مرحلة الدنيا عبارة عن أمرين: جسد وروح. الجسد هو كل شيء يتعلق بالمادة مثل الطعام والشراب والتكاثر، بينما الروح هو ذلك السر الإلهي الذي يودعه الله سبحانه وتعالى بنا، ويتمثل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر الذي لم ينتبه إليه الكثيرون أن الآخرة ترتبط فقط بالروح. كيف؟ يعني قد يكون هناك إنسان من ناحية الجسد ناجح، غني، اجتماعي، ناجح علميا وعمليا، بل يعمل على إسعاد البشرية، ولكنه من ناحية الروح لا يؤمن بوجود الله، أو ربما يشرك معه آلهة أخرى. هل هذا الشخص هل يدخل الجنة؟ ومن ناحية أخرى قد يكون هناك إنسان من ناحية الجسد فقير، غير اجتماعي، كسول، لديه عادات سيئة، ولكنه من ناحية الروح يؤمن بوجود الله، بل يوحده في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأسمائه. هذا الشخص هل يدخل الجنة؟
إن الإجابة على هذين السؤالين جاء في الآية رقم 48 من سورة النساء. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني الملخص أخي الحبيب، ركز على جانبك الروحي أكثر بكثير من تركيزك على جانبك الجسدي. يعني الصلاة أهم من الإنترنت، الصلاة أهم من الدراسة والعمل، أهم من اللعب، أهم من كل من تعرفهم من الناس، أهم من أبيك وأمك. تخيل، لأن الجانب الروحي فقط هو مدخلك إلى الجنة. أحد المتابعين الأفاضل ذلك اليوم كتب تعليق يقول: من فضلك يا محمد انصحنا بعدم ترك الصلاة. فنصيحتي هي أن نفهم وندرك فلسفة ومعادلة الحياة، لأن أسعد الناس هو من حقق التوازن بين الروح والجسد، فحصل على النجاح في الدنيا والجنة في الآخرة. يا الله ما أروع هذا الأمر. لذلك دع عنك كل ما مضى إلى الآن، انسى كل ما فعلت إلى الآن. نحن على بداية سنة جديدة، اجعلها السنة التي تحقق فيها التوازن بين الجسد والروح، وإذا فعلت ذلك ستجد نفسك العام المقبل إنسان مختلف تماما. ودمتم في أمان الله.